السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظرا للطلب الملح لبعض المتابعين عن وصفة حلوة الفرشيطة، وكما قلت لكم باللي مور العيد ان شاء الله نحط لكم الفيديو تاع الوصفة. وها انا عند وعدي لكم وراح ندير لكم مقاطع من اللايف اللي فات. يعني الوصفة سهلة جدا. دوك نشوفوا المقادير مع بعض. هنا عندنا 3 كيسان تاع فرينه كما راكم تشوفوا. مقادير جد بسيطه واقتصاديه. عندنا هنا كاس تاع مايزينا، عندنا كاس الى ربع سكر يعني حبيبات. الا حبيتوا ديروا سكر غلاس يعني تقدروا ديروا الكاس كامل. عندنا هنا كاس الى ربع تاع الزيت، كيس خميره كيميائيه، 2 حبات بيض، عندنا مغرف كبيره تاع لافاني، وهذاك نكهه الزبده انا استعملتها لاني ما نحبش ريحه الزيت في الكاطو. اللي يحب يديرها يديرها، اللي ما يحبش يديرها يقدر يستغني عليها. حطينا 2 حبات تاع البيض، زدنا معاهم السكر كما راكم تشوفوا. يعني بسيطه جدا الوصفه واقتصاديه وتمتم تتحضر. يعني احنا زدنا مغرف كبيره تاع لافاني هنايا ضروريه لازم. باش تمد لنا نكهه مليحه. كما راكم تشوفوا هنايا حطينا البيض، حطينا السكر، حطينا لافاني. ونجيبوا الباتور تاعنا نخلطوه جيدا المكونات. يعني انا هذا الطاس يساعدني مليح كي ندير السوائل هكايا نضربهم. هنا زدنا الكاس تاع الا ربع تاع الزيت، شوفوا لازم يندمج مليح الزيت مع السكر ومع البيض، يتخلط مليح بالباتور لازم. في هذه المرحله نزيدو الكاس تاع لا مايزينا تاعنا. بيان سور نغربلوه دائما، نغربلو النواشف تاعنا سواء كانت فارينه ولا كاكا ولا مايزينا ولا سكر غلاس، ضروري لازم نصيرو كما يقولوا. فوالا نعاودو بالباتور نمزجو مليح المكونات. هنا لازم مليح باه الزيت تاعنا ما تطلعش من بعد في لاباط. احنا دوكا نحو الباتور، نجيبو هذاك الطاس تاعنا نحطوه في اناء واسع بعد ما خلطت كامل السوائل. دوكا نحط المزيج نحطوه في هذا الاناء الواسع باه ما يغبنيش كي نعود نزيد في لافارين. كما راكم تشوفوا هنا نبدا كما راكم تشوفوا بالكاس. راني نخدم هنا بالكاس قدامكم راكم تشوفوا انا كيفاش راني نكيل، وتحسبوا معايا او ميم طون شحال حطيت من كاس. هنا بيان سور في الغربال او الصيار او الباسواغ نجوزو هنا لافارين تاعنا. هذا قلنا الكاس الاول. هذا الكاس الثاني. يعني راكم تشوفوا في الوصفه يعني بادق التفاصيل، وكانكم اللي ما حضرش اللايف كانه راهو يشوف في اللايف. الثالث زدناه، وهنايا نزيدو الخميره الكيميائيه تاعنا. عندنا كيس واحد. نغربلو كلش مع بعض كما راكم تشوفوا. وهنايا نلمو كما يقول لك الفرينه نلموها بيدينا ما نعجنوهاش كما راكم تشوفوا هنا كما نخدموا لا باتا صابلي. راكم تشوفوا هنايا كيفاش راني نلم فيها غير بالعقل ما نعجنهاش.
وهنا تشوفوها تقولوا بوتيتر راهي بدات تنشف معكم. لا ما راهيش تنشف، روحوا معاها غير بالعقل، تبان لكم راهي تنشف مي راهي طريه. دوك تشوفوا هنايا نوري لكم قطعه هنايا، شوفوا كيفاش راهي طريه، يعني راهي طراوه ما شاء الله. وهنايا كي تكملوا تلموها حطوها العجينه تاعكم فوق لو بلون دو طرافاي، وهنايا دوروها هكا بيديكم بالكف تاع اليد هذيك، دوروها هكايا باش تعطوا لها داك الملمس الناعم. لاباط تاعنا لازم تكون ملساء باش كيما يقول لك ما تغبناش في الخدمه من بعد. شوفوا كيفاش راهي ما شاء الله ليس ناعمه، كما قالت وحده في اللايف كانها شغل فرماج. شوفوا يعني ما شاء الله. ودوك تشوفوا القوام تاعها، شوفوا كيفاش القوام تاعها، شوفوا القوام تاعها يعني ما شاء الله طراوه هايله. وهنايا تحطوها في ساشي، لازم تحطوها في كيس بلاستيكي باش ما يدخلش الهواء وما تنشفش، باسكو هاد لاباط مخدومه بالزيت تنشف معانا ليه. وتخدموا غير بالعقل، يعني كل ما تسحقوا قطعه تنحوا قطعه من داخل الكيس، تعاودوا تغلقوا الساشي، توزنوا وتخدموا دائما هكايا، تنحوا شويه توزنوها وتغلقوا الساشي. هنايا الوزن تاع الحبه تاعنا 15 غرام، توزنوا ومن بعد تيك تشدوها في يدكم هكا، تعجنوها بيدكم مليح، تدوروها ومن بعد تحربشوها، تعطوها الشكل بالطول، ومن بعد تلبزوها شويه يعني هكايا شويه، ومن بعد تعطوها لا فورم تاع ورد تاع ورقه، كانكم تخدموا في ورقه هكايا. وهنايا بالفرشيطه ما تطبعوهاش على يدكم، على الكف تاع يدكم راح تتقلص معاكم. حطوها فوق صنيوه فيها الفرينه، نرشوها برشه تاع فرينه ونطبعوها فوق لو بلا، تقعد على حالها كيما نقول لك ديروا لها الطابع بالفرشيطه فوق لو بلا، ما تنحوهاش من البلا. ايفيتيو يدكم، يعني هذيك تاع الكف تاع اليد تقدر الحبه تتقلص معاكم ويتغير الشكل تاعها وتتكمش، يعني حطوها فوق البلا وطبعوا الحبه تاعكم. هذه هي كيفاش، شوفوا وهنا كيفاش تطبعوا، شوفوا كيفاش نضغطوا، يعني من جهه اليد تاع الفرشيطه تحبزوا مليح وتروحوا الى الجهه المقابله، دائما من جهتك من جهه اليد تعبزي باه تروحي للجهه المقابله، وعبسوا مليح باش يخرج الشكل شباب. شوفوا الشكل شعل خرج شباب، يعني من الاحسن انكم تطبعوها فوق صينيه الفرن، ما تطبعوهاش على يدكم. الشكل هدايا اللي راكم تشوفوا فيه، هذه سنيوه كما نقول لكم الدوزيام، دائما يعني لو ميم برينسيپ، يعني تاني شوفوا كيفاش، يعني عاودت درت لكم هذا المقطع باه تشوفوا مليح كيفاش تنطبع معاكم الحبه. وهذا الموديل يعني درتو هكا فكره، يعني اللي ما يحبوش هذا الشكل تاع الفرشيطه، يعني هذه العجينه قابله ديروا لها بزاف اشكال. يعني جاتني ليدي ندير تاع البوشون، بوشون تاع القرعه، قلت وعلاش لا نمد فكره اللي يحب يبدل في الشكل، ولا تشدوا الحبه تاعكم هكايا وبالبوشون من الخارج الى الداخل، تطبعوا من الخارج وتروحوا للسنتر للداخل للمركز تاع الحبه. يعني شوفوا شعل شابه الحبه، يعني بلا طابع، شوفوا كيفاش خرجت وكانها مصنوعه بطابع ورده، يعني شابه. يعني هذه بين قوسين، يعني اللي يحب ينوع في الشكل تاع الحبه تاع الحلوى ديالو. تقدروا ما ديروا لها ثقب في الوسط، هذاك الثقب تعمروه يعني بمعجون، ولا تحطوا له حبه حاجه تاع عقاشه تاع الحلوى، ولا يعني كاينين في المحلات تاع الحلويات كاين بزاف تزيينات اللي تقدروا تحطوهم في هذاك المكان، يعني شكلها جا رائع. يعني هذه بين قوسين، يعني ماهوش هذه حلوتنا، احنا حلوتنا تاع الفرشيطه مي درتها للناس اللي يحبوا يغيروا في الشكل. يعني شوفوا دوك ندخلها في الفرن، شوفوا كيفاش تخرج معايا من الفرن، يعني خرجت لا كولور شابه، هي دوغي كلير،
يعني خرجت رائعة. والقرمشة يعني خرجت مقرمشة، يعني مخدومة بالزيت، تتقرمش ومامطون جات تدوب في الفم. شوفوا الحبة كيفاش خرجت معنا، يعني الشكل نراه واضح. كما يقول لك لا كولور تاع الطهي كلش راهو واضح. دوك تشوفوا حبة اخرى. هنا اللي يسقسي وحب يعرف شحال خرجت لي من حبة، خرجت لي 52 حبة، يعني وكي نلصقوهم مع بعضهم راح تخرج لي 26 حبة. شوفوا هنا التزيين، هنا نلصقوا حبة مع حبة بالمعجون بيان سور، لا كونفيتور من الأحسن تاع المشماش. أما الكلاصاج يعني تاخدوا الكلاصاج شوكولا تاع الطابليطات هذيك، ديروها في حمام مائي يعني 100 غرام، يعادلها مغرف تاع الزيت. يعني كي تذوب معكم الشوكولا ديروا مغرف تاع الزيت وحركوا مليح. وهنا نغطسوها في الشوكولا، يعني يكون الطبسي اللي فيه الشوكولا يكون غامق باه نغطسوا الحبه تعطينا النصف تاع الحبه. يعني التزيين كل واحد كيفاش يزين. انا درت شوكولا هكا، درت لها نواه كوكو، كاين اللي يحب يدير هكا وكاو يديرها، كاين اللي يحب يخليها بالشوكولا يخليها. درت انا ميم شوكولا بلون، يعني كان عندي شوكولا بلون زدت درت شوكولا بلون، درت له حبيبات تاع العقاش من الفوق، يعني جا مظهر رائع، يعني شباب بزاف. التزيين يرجع ليكم نتوما، حتى ولو خليتوها هكاك يعني بيضة هكاك يعني تانيك بنينة. وهنا نكون وفيت بوعدي ودرت لكم الوصفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.